مسلسل سفاح الجيزة هو مسلسل مصري مكون من 8 حلقات من بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة وراكين سعد وعدد كبير من الممثلين. المسلسل فيه حاجات كتير محتاج إني أتكلم عنها، وهبدأ الأول أتكلم عن الأداء التمثيلي. أحمد فهمي بكل تأكيد أثبت إنه ممثل قوي ومبدع في الدراما، قدر إنه يجسد شخصية السفاح بشكل جيد جدا وممكن يوصل لممتاز، وقدر يخليك متوتر منه متوقع أي حاجة منه، وكمان شخصيته فيها برود وعنده كمان ابتسامة تخوف. كل ده قدر أحمد فهمي يجسده بشكل حلو جدا ومنتظر منه اللي جاي. وافضل اداء تمثيلي بعد احمد فهمي كان من نصيب الممثله راكين سعد، اللي قدرت في البدايه تجسد الشخصيه بطريقه محيره، وخصوصا ان الخط بتاعها مليان تفاصيل، وهي قدرت انها تجسد الشخصيه بطريقه جيده جدا. باسم سمره بدور الضابط قدر انه يبقى مقنع في اوقات كتير، لكن الشخصيه فيها مشاكل كتير، والصراحه كنت مستني منه اكتر من كده، بس علشان هو ممثل شاطر كان مقنع في اوقات كتير. حنان يوسف جيده جدا وقدرت تجسد دور الام القاسيه بطريقه حلوه جدا. داليا شوقي مش مناسبه للدور خالص وغير مقنعه. صلاح عبد الله وجان الشماشرجي كانوا جيدين جدا. كده انا خلصت الكلام عن التمثيل، وبشكل عام هو ابرز حاجه في المسلسل بالنسبه لي ورفع مستواه اكتر. ودلوقتي هتكلم عن الاخراج والعناصر اللي عجبتني في المسلسل. المخرج هادي الباجوري قدر يطلع كادرات حلوه جدا ومتميزه، ومشاهد القتل والدم كانت رائعه وبتخليك مصدوم في اوقات كتير. الموسيقى التصويريه للويلي كانت رائعه جدا. المونتاج كان جيد جدا. اماكن التصوير كانت واقعيه جدا، وده كان قرار موفق جدا. ودلوقتي هتكلم عن القصه. المسلسل عنده كذا خط، لان شخصيات سفاح الجيزه متعدده. شخصيه جابر ودي تقريبا فيها تفاصيل كتير في شخصيه السفاح. شخصيه حسن ممكن اقول انها ملهاش لازمه ومش مؤثره قوي. شخصيه يوسف عجبتني جدا وكان خط مشوق جدا. شخصيه محي بالنسبه لي هي الافضل. اما بالنسبه لرايي في الحلقات، النص الاول من المسلسل كان ممتاز، وكنت بستنى حلقات المسلسل جدا لانها كانت متميزه وتحس اننا داخلين على مسلسل قوي جدا، وده بسبب التمثيل. كمان السيناريو حط غموض كتير جدا ومفيش شخصيه انت واثق فيها، لكن في مشكله كبيره في السيناريو ظهرت مع الوقت، لكن دي هقولها قدام. الحلقه الخامسه والسادسه كانوا كويسين، والالغاز بدات تتحل واحده واحده، لكن المسلسل بينهار في اخر حلقتين، وخصوصا الحلقه الاخيره كانت اقل من التوقعات، لانها مش بتقفل الخطوط اللي كانت المفروض تتقفل. شخصيات معرفناش مصيرها زي شخصيه زينه اللي بتجسدها راكين سعد، وشخصيه صلاح عبد الله. ازاي سفاح الجيزه قدر ينتحل كذا اسم من دي حاجه الاجابه بتاعتها مش موجوده. كمان اخر مشهد في المسلسل ما عجبنيش لانه مش مفهوم وملوش داعي، لان هو دخل شخصيه معينه في الاحداث لمجرد موسم تاني. اما بالنسبه للمشكله الكبيره اللي في السيناريو فهي طريقه السرد، لانها بتلخبط في اوقات كتير رغم اني كنت معجب بيها في البدايه، لكن مع الوقت حسيت انها مش متميزه وكان ممكن المسلسل يمشي بطريقه تانية. كمان خط الضابط باسم سمره وابنه كان بيفصلني، والصراحه كان ضعيف في كتاب، بس في الاخر هي تجربه تحترم وفيها كذا حاجه متميزه زي ما قلت، وابرزها التمثيل والاخراج والموسيقى. لكن المسلسل كان ممكن يكون افضل من كده بكتير، خصوصا بعد المستوى الممتاز من اول 4 حلقات، لكن في عيوب كتير في المسلسل بالنسبه لي. تقييمي النهائي 6.5 من 10.